ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله أكرم مخلوقات الأرض، وحياة البني آدم مفيش أغلى منها. وفي دول كتير كان عندها وعي وقدرت تفهم إن القوة الاقتصادية والقوة الحربية للدولة هي إنها من الدرجة الأولى تحافظ على صحة الإنسان وقوته، وعلشان كده ابتدت تهتم بالرعاية الصحية لكل مواطن على أرضها. بس صراحة اللي أنا شفته النهاردة ما كنتش متخيل إن الموضوع ممكن يوصل للدرجة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده حبيت اخدكم معايا كده بجولة سريعة نشوف مع بعض المستشفيات الحكومية في هولندا عاملة ازاي، اللي هي المفروض زي التأمين الصحي. بس قبل ما نروح الجولة دي مع بعض خلينا نوريكم حاجة من أغرب الحاجات اللي شفتها في الدنيا، اللي حرفيا بدون مبالغة حاجة جامدة جدا. حاجة من الحاجات اللي لما كنت بشوفها في أي فيلم من الأفلام كنت بقول لا ده أوفر قوي، ولما كنت أسمع عنها من أي حد كنت أقول لا مش معقول، مش للدرجات دي يعني. أنا ما صدقتش لما شفت بعيني، ولأن حياة البني آدم غالية وهولندا من الدول اللي بتقدر ده كويس والرعاية الصحية فيها على أعلى مستوى. فتعالوا بقى دلوقتي نشوف مع بعض الموقف اللي حصل دلوقتي ده واللي يثبت لنا الكلام ده عملي. قاعد في البيت يا جماعة أسمع بره دوشة كبيرة جدا وصوت هوا شديد لدرجة فعلا بجد مخيفة. تخيل تطلع من بلكونة بيتكو تلاقي قدامك طيارة مباشرة، لا وكمان ايه بتركن قدام البيت. انا بالنسبة لي حاجة جديدة، واتوقع ان مفيش حد فينا متعود على المنظر ده. وطبعا نزلت جري لان كان عندي فضول شديد جدا اعرف الطيارة دي ايه قصتها وبتعمل ايه هنا. ولما سألت عرفت جمال وأهمية حياة البني آدم في هولندا. شخص جاله تعب شديد جدا في قلبه، والتعب اللي من النوع ده بيبقى إمرجنسي جدا، من الحالات اللي لازم إسعاف سريع ومحتاج نقل سريع لو اقتضى الأمر. ولأن الطرق ممكن تبقى زحمة أو بيبقى فيه إشارات مرور كتير ممكن تعطل وصول الراجل للمستشفى، فكان لازم الطيارة دي تيجي لحد قدام بيته وتاخده. الأجمل بقى والأغرب إن بعد كل القصة دي وبعد كل التعب والمجهود والأحداث اللي حصلت دي كلها، وبعد ما دخلوا وكشفوا على الراجل لقوا إن حالته ما تستدعيش إن هو يروح المستشفى. مشيوا وبكل هدوء من غير ما يوجهوا له أي لوم على التعب اللي تعبوه وعلى الطيارة اللي جت وعلى كل الأحداث اللي حصلت دي كلها. وده إثبات إن فعلا بجد حياة البني آدم غالية ولازم نحترمها. واكيد كلنا متفقين ان الشافي المعافي هو الله، بس ربنا كمان امرنا ناخد بالاسباب اللي هي المستشفيات، ادويه. وبعيد عن ان في مستشفيات بس تدخلها لو انت سليم تمرض بسبب سوء النظافه وسوء المنظر وسوء التمريض، في برضه مستشفيات بس تخشها تحس ان انت خفيت مجرد بس ما الدكتور يكشف عليك. وعلى فكره انا بكلم بجد مش رياء، لان دي تبقى حاله نفسيه، واتوقع ان هي ممكن تكون حصلت مع ناس كتير، بس يوصل عند الدكتور يحس ان هو بقى مرتاح اكتر وكان تعبان في البيت. تعالوا بقى نشوف النظام والنظافه والجمال في مستشفى التامين الصحي. والموضوع بيبدا من هنا، ان انت من بره المستشفى لازم تعقم ايدك قبل ما تدخل. في حاجات كده يا جماعة بتبقى مش محتاجة كلام كتير، فأنا هسيبكم مع المنظر الجميل ده مع النظافة والنظام اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي، وعايزكم انتوا تحكموا بنفسكم.
يا ريت تكتبوا لي في تعليقات، معقول دي مستشفى من مستشفيات التأمين الصحي؟ وهقول لكم معلومة كده سريعا دي اللي ما يعرفهاش. أي مستشفى هنا في هولندا عشان تروح لازم يكون في ميعاد الأول، يعني ما ينفعش ان انت تروح وتقف في طابور تفضل قاعد ساعة وساعتين منتظر الدكتور لحد ما يجي، وبعد ما يجي الدكتور تفضل قاعد ومنتظر انت وحظك هتلحق الدكتور قبل ما يمشي ولا لا. طبعا اكيد الكلام ده محدش هيفهمه ولا يحس بيه غير اللي عانى من المشكلة دي. انما الجميل هنا في الموضوع ان انت بتتصل بالمستشفى الاول وبتقول لهم على التعب اللي عندك، وهم بيحددوا لك الميعاد باليوم وبالساعه وبالدقيقه اللي الدكتور بيبقى متاح فيه، بحيث ان انت تروح في ميعادك، ما تنتظرش، ما تقعدش كتير، تدخل على طول، الدكتور يعمل الكشف اللازم وبعد كده بتمشي بكل هدوء بكل سلاسه وبكل سرعه وبكل راحه. ويا ريت تكتبوا لي في التعليقات لو كل واحد فيكم بيعاني من المشكله دي هو موجود في اي بلد، وايه المستشفى اللي دايما يشوف فيها نفس المشكلة دي، مشكلة الانتظار الطويل اللي فعلا بيخلي الواحد يتعب اكتر من التعب اللي عنده. والحقيقي اللي انا بستغرب له ليه المستشفيات عندنا في الدول العربية ما تعملش النظام ده، ان كل واحد قبل ما يجي يتصل ياخد ميعاد. ده اولا هيبقى فيه راحة كبيرة جدا للشخص اللي رايح المستشفى هو تعبان اصلا، لانه مش هيقعد بقى كتير ومش هينتظر بالساعة والساعتين. ثانيا ده هيخلي كمان ان مفيش زحمة في المستشفى. كفاية احساسك من اول ما تدخل المكان ان انت في فندق 5 نجوم، دي مش مستشفى تأمين صحي ابدا. وحاجه كمان عايزكم تعرفوها، هنا عشان تدخل اي مستشفى لازم يكون معاك تامين صحي. ده طبعا يكون افضل بكتير لسبب بسيط، ان انت لو لا قدر الله جاي زياره في اي بلد من دول اوروبا وتعبت ودخلت مستشفى، هنا الموضوع بيبقى مكلف بالنسبه لك جدا جدا فوق ما تتخيل. بيوصل مثلا ممكن يكشف لحد 500 يورو، وعلى حسب التعب بتاعك التشخيص بتاعك. فخدوا بالكم من الجزئيه دي. عشان كده بتلاقي كل سفارات دول اوروبا قبل ما اي حد بيقدم عندها بيقول لك لازم تقدم لي انشورنس ب 30,000 يورو، عشان لو لا قدر الله تعبت بره التامين ده يغطي مصاريف الكشف والعلاج وكل الحاجات دي كلها. فخدوا بالكم من النقطه دي عشان دي حاجه مهمه جدا جدا لاي حد جاي اوروبا. وفي النهايه ربنا يشفي كل مريض ويصبر ويعين كل واحد على حاله. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوناش بالاعجاب والاشتراك بالقناه، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.